كتبت ابو ذيات من اعز ابو ذيات بذاك الجو، لا ورقه ولا قلم، بزنزانه. في يوم من الايام اجى احدهم، انا لابس قمصله عسكريه ودنيا شتاء شهر 11، وكان 11 بارد قارص، فكان يعز علي انه اني مغطى بالقمصله مالتي. فقالوا لهم جروا القمصله من عنده، وانا نايم على الكاشي، فجروا القمصله من عندي حتى ابرد واقعد. فقلت شل ومن غطوتي يردوني لكن ما من حميتي، يردوني عقال ما تهزهز يره دوني لكن ما طاح لازمت الحمي. الله. فامي شو تقول لي؟ تقول لي شطوط الفرح جزرة مايه مدحه، الوقت ان سفرته مايه مدحه، مثلك شف حميته ما يمدحه، صوب جفوف متروس ردي. الله. امي تقول لي ولا طاب بعدك لا حل المشرب، ولا طاب وخزن جرح دلالي. الله اكبر. ولا طاب دونك لا نشد احد، ولا طاب علي وشاف شنو صار بي. الله. قلت لها وحيده الوقت يتنومس بزينه، وحيده وخطيه البين عدوان، تعاي وشوف حال ابنك وحيده مثل حال الشلب لو يشحمي. الله. هي تقول لي بعدك لا حل المشرب ولا زاد، ويشط عقب مايك شح ولا زاد دونك لا إلي حكايه ولا زود، وبقى حتى النذل يضحك علي حشد. قلت له ادعوا خلي الدعوه تجارب، ادعوا خلي الدعوه تجارب، ويا ريت تسبب الفرقه تجارب، حالات الوقت يا يمه تجارب يميز الوفي من الذات ردي. الله.